انت مش محتاج تروح كرداسه. انا جبت لك كرداسه هنا يا واكل ناس. لو فاكر ان الحلويات عباره عن سكريات وبسبوسه وكنافه وجلاش يبقى انت لسه ما عرفتناش، عشان شويه الحلويات اللي بجد هتاخدها مننا النهارده في مذبح الصومعه وعليك ما تغلاش. حلويات مذبح الصومعه يعني كبده، كلاوي، قلوب، ولا مؤاخذه مخاص، وكمان بيكون عليهم فشه وطحال ولسان وليله كبيره قوي ساعات. لكن انا اكتفيت باللي قلت لك عليه. قبل ما نبدا ندعي الام والاخويا والاخت والابويا والامواتنا جميعا بالرحمه ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب. ما تنساش اللايك والفولو عشان دول اكتر حاجه للقلب بيوصل. نديها التشميره الحلوه ونبدا بالصلاه على الحبيب. الا ايه رايكم في اللوك الجديد؟ اول حاجه معانا هنجيب القلوب، لو القلب مش نضيف زي قلبكم يبقى بلاها من الاكل احسن، ونقطع القلوب بالحجم اللي انتوا شايفينه قدامكم، الحجم ده. وكذلك الحال مع الكلاوي، سواء جاي لك شرايح او لا احنا هنقطعه للحجم المتوسط اللي قلت لكم عليه. اما بقى بالنسبه للكبده برضه نفس القصه، بس تبقى اعرض شويه عشان طعمها يبقى بارز وتعرف تفرق ما بينه وما بين الكلاوي وما بين القلوب. وهي كده كده الكبده في البق بتدوب. هتيجي تقول لي طب التركايه فين يا ابو الجوارح لما هنقطعهم كلهم زي بعض؟ هقول لك يا عزيزي التركايه كلها هنا. بالصلاه على الحبيب تمسك الخصيايه كده وتفتحها عشان نقشرها من الكفر بتاعها. تقشر كده على طول، مش محتاجه كلام. طب والحلمبلايز نفسه هنقطعه ازاي؟ سهله يا سيدي اهو، هنقسمه نصين مكعبات زي نفس القطعيات اللي قبل منه، كل واحد يخلي باله من لغاليغه. وبكده ايها الساده المستمعين والمشاهدين في كل مكان جاهزين للاكله اللي هتتعمل اول. بس الاهم بقى من ده كله حته اللي الضاني، عشان من غيرها هحس ان في حاجه ناقصه. قبل ما تبدا تشتغل تكون مجهز الخضار عشان ما تحترش معاها كتير. شويه فلفل رومي على شويه فلفل وحوح يا معلم، ما احنا لازم نوحوح الكلام، على شويه بصل مفرومين. واسمع مني وجمد قلبك، الاكله دي هترم عظمك. ننزل بالليه الضاني عشان انا عامل شغل عالي، وعلى نار متوسطه لحد اما الليه تبدا تسيح وتتحول لدهون معاك. وعشان نعلي التست اكتر هننزل بمعلقه سمنه بلدي. مش مستخسر فيكم ولا حارمكم من اي حاجه. ميكس السمنه البلدي مع الليه الضاني مطلعين ريحه لوحديهم كده من غير اي حاجه تخليك عايز تجيب لقمه عيش وتغمس فيها على طول وتسمي الله. اول ما تلاقي البواقي احمرت وابتدت خلاص مش هتصغر اكتر من كده، يعني معنى الكلام انها ممكن تتحروق معاك، وسواء كانت بالحجم ده او حجم اصغر من كده فدول احنا مش عايزينهم تاني. امال عايزين ايه يا ابو الجوارح؟ عايزين ننزل بالبصل حضرتك، عشان اول ما تلاقيها دبلت معاك بالطريقه دي تبدا تنزل باول حاجه القلوب عشان تخليها تدوب. اول ما تتشوح وتاخد لون تنزل على طول عليهم بالكلاوي. اهم حاجه كل ده لحد ما نوصل لمرحله الكبده النار تكون على المتوسطه. اول ما تاخد لون كده نرفعهم كده شويه عشان ننزل بلا مؤاخذه المخاص. اول ما المخاص تاخد اللون ده وتكشكش قدامك زي ما انت ما شايف هنطلعهم فوق، عشان بعدها ننزل بمعلقه الثوم المفروم وندوبهم لحد اما الريحه تبدا تفحفح. اول ما الريحه تفحفح معاك هنعمل ايه؟ لا مش هننزل بالكبده، هننزل بالفلفل طبعا، لان ده اساس حلويات المذبح. ندوبهم بقى مع بعض كده. اول ما تلاقيها دبلت معاك هنا بقى تنزل يا معلم بالكبده بتاعتك. اول ما تاخد الصدمه والكشكشه من كل جوانبها ننزل بباقي الحلويات معاهم عشان نبدا بالصلاه على النبي نبهر. رشه الملح المتينه وحبه فلفل اسود يوديك لحد المدينه، والكزبره عشان فاضل بعدها حاجه ونقول يلا بينا. والحاجه دي بالتاكيد انتوا عرفتوها من غير ما نقول اي اسامي، واللي ما يعرفش ايه ده يكتب في التعليقات واخواتنا هيردوا عليه بالتاكيد. ونقلب كل دول مع بعضيهم، نهدي النار خالص، ومع التقليب وتوزيع البهارات هتلاقي الاكله بقت فعلا معاك حلويات. وطبعا بالتاكيد الحركه الاشهر للمصريين، غرق لي دي يا ابني في الدهون اصل احنا ناقصين. ناخد لقمه، ما هذا الذي اراه بتناديك وسلم لي على شرايين قلبك وصحتك. طبعا هي مش ناقصها اي حاجه غير شويه الطحينه اللي بالتاكيد انتوا عارفين تعملوها ازاي يا ساده. وانت بتسلم على شرايين قلبك وصحتك ما تنساش الفولو واللايك والشير وتمنى لي من قلبك الخير، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب. ومساء الزبده على الجميع، الجرح يحييكم من قلب مذبح الصومعه. وبالتاكيد انتظروا المزيد. الطحينه يا ابني خلينا نغمس.